السلام عليكم حبيباتي الغاليات، مرحبا بكم في القناة. اليوم بإذن الله غادي نقدمو وصفة السيجار الصحية اللذيذة بحشوة اقتصادية و... وكيجيو معلكين ومحمرين، كيجيو بنان بزاف. نتمنى تجربوهم بإذن الله. إذا بالنسبة لهاد الوصفة غادي نحتاجو واحد الكمية من البطاطا اللي كتكون هكا مفورة في الكسكاس ولا مسلوقة مع شوية ديال الثومة، كنمعسوها مزيان بالفرشيطة بهذا الشكل. اذا من بعد غادي نزيدو واحد الثوم اللي غنحيدو ليه الزيت، وغنزيدو واحد المعلقة ديال آه، الجبن ديال الدهن، وغادي نحكو شوية ديال الموتزاريلا على الخليط ديالنا وغنخلطوه جيدا. إذا من بعد غادي نزيدو شوية ديال، هنايا عندي المعدنوس مفروم يابس، معدنوس عفوا اللي يكون يابس كنيبسوه وكنحتفظوا به في هكا وقت ما بغينا راه كنستعملوه. هاد الإضافة اختيارية، اللي متوفر عنده يزيدو، اللي ما متوفرش عنده ماشي مشكل، ماشي ضروري. وما ننساش كذلك نزيدو واحد المكون اللي كيزيد البنة ولذة لهاد الحشوة هادي، هو البصلة اللي غنكونو ديجا شحرناها مع شوية المليحة. وبالنسبة للملحة راه حسب الذوق، الملحة كنضيفوها للبطاطا ملي يلا كنردوها باش تفور، كنضيفو ليها واحد المقدار من الملحة، ما نكتروش الملحة بزاف حيت درنا الجبن، درنا الفرماج، وكذلك الطون، هادو كلهم كيكونوا مالحين، يعني الملحة ما نكتروش بزاف. بالنسبة لهاد البصلة المعسلة المشحرة كتكون بنينة بزاف، هي اللي كتزيد لينا البنة لهاد الحشوة هادي، ضرورية تضيفوها للحشوة ديالكم. صافي هنا إذا هاد الحشوة راه كتكون ساهلة في التحضير، ما كتاخدش لينا الوقت نهائيًا، وبنينة واقتصادية. نتمنى إن شاء الله تجربوها بهذا الشكل هذا وتردوا عليا إن شاء الله. وبالنسبة للورقة ديال البسطيلة، حاولوا تاخدوا الورقة اللي تتكون هكا طرية، يعني يلاه خديتوها، يعني يلاه توجدت في داك النهار، باش ما كتحكموا فيها في الخدمة. كنحاولوا نقطعوها بالشكل اللي بغينا. أنا هنايا قطعتها على 4، كنحاولوا ناخدو القياسات باش يجيونا هادوك المثلثات اللي غادي نحصل عليهم في الأخير يجيونا مقادين. وبالنسبة للورقة راه عيننا ميزاننا، يعني كناخدو الورقة على حسب الحشوة. إلا كنا تقريبا درنا كيلو ديال البطاطا، راه غادي تخصنا تقريبا نص كيلو ديال الورقة، حيت ما كنكترش أنا الورقة بزاف. كتشوفوا آه القطع أو اللي كنخدم بهم راه كيكونوا صغار، من الأحسن ما تكتروش الورقة باش إن شاء الله ملي طيبوهم يجيوكم مقرملين. إذا كنستمر بهاد الطريقة، كندهن إلا كان
إلا كانت الورقة ديالي مدهونة مزيان بلا ما ندهنو، بلا ما نزيدو عاود ندهنوها، إلا كانت ناشفة شوية راه كندهنوها، هنايا كندهن بزيت الزيتون، ممكن ندهنو بالزبدة واللي كتكونو ذوبتوها، ولا عفوا إذا الزبدة المذوبة ولا أي نوع من الزيت اللي كتفضلو، وكنحرصو على أن الجهة اللي حرشة من الورقة تكون من الأعلى، واللي من اليسار كتكون عفوا يعني كتكون من الداخل فين غنحط الحشوة، هاذيك هي الجهة اللي تكون حرشة. إذا هنايا كناخدو واحد الكمية اللي غادي نطيبوها، كندهنوها عاوتاني مزيان، ملي كنساليو ما كنساوش نسدوهم، كنسدو هاد لي صيغار ديالي بدقيق، كنخلطو شوية ديال الدقيق مع الما، ملي غادي نطيبوها راه كنطيبوها في ديك الساعة باش كنتناولوها، واللي بقات ليا راه كنحتفظوا بها في المجمد. أيوا واحد المدة اللي ما تكونش طويلة، يعني أقصى هذا تقريبا واحد 10 أيام خصنا نكونوا تناولنا هاد لي صيغا ديالنا. إذا ها هما لي صيغا ديالي من بعد ما تحمروا في الفرن، حاولوا تنقصوا عليهم، ما تجهدوش عليهم العافية بزاف باش يتحمروا على خاطرهم وياخدوا هاد اللون الذهبي الزوين. بالصحة والعافية. إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك والإعجاب مع تفعيل الجرس.